زتونة 2025 التانية غير اللي أنا عملتها قبل كده، عشان الزتونات بتاعت 25 كتير. عايزاكي في 2025 تغيري ستايل حياتك بقى، تغيري ستايل حياتك وتبطلي بقى تدخلي نفسك او تقفلي عن نفسك الروتين اللي انت بتعيشيه وما بتحاوليش تطلعي نفسك منه. هتقولي يعني انا بايدي ايه؟ لا، بايدك كتير. الست بايديها حاجات كتيره قوي في حياتها، سواء كنت متجوزه او مش متجوزه، ان انت تغيري وتكسري روتين حياتك، تخرجي من الروتين والبؤس اللي انت معيشه نفسك فيه. الروتين بيخلي الواحد يجيله اكتئاب، بحس ان انت الحياه ملهاش معنى، كل يوم زي التاني. الروتين بيخلي لو انت متجوزه الحياه الزوجيه مع الوقت ملهاش روح. انت كست في ايدك حاجات كتير قوي تغيريها. هتقولي لي ما هو الراجل اللي معايا ما بيشجعنيش. لا، ابتدي انت، ابتدي غيري لنفسك انت. لو انت النهارده ست بيت ما بتنزليش، اعملي لنفسك يوم في الاسبوع لوحدك، انزلي اقعدي في مكان الصبح تعرضي للشمس، اقعدي اشربي كوفي، اتفرجي على الناس، اتفرجي على الدنيا، اقري كتاب. ابتدي اعملي حاجات جديده في حياتك، اكتيفيتيز جديده، نشاطات جديده، روحي اماكن جديده، تعرفي بناس جديده. مش لازم يبقى الناس دي صداقات، لان الصداقات دي ما بتتبنيش في يوم واتنين، الصداقات دي بتتبني في سنين. لكن اتعرفي على ناس جديده، لان انت ما بتتعرفي على ناس جديده انت بتعرفي حاجات جديده في حياتك. ولما بتعرفي في حاجات جديده في حياتك ده بيجدد لك حياتك وبيخليكي عندك خبره وحياتك بتتغير فيها روح وهدف. شوفي انت مميزه في ايه واعمليه، حتى لو هتبقى هي موهبه ليكي، لكن مش لازم تشتغلي بيها، بس حاجه تحسي ان انت بتعملي حاجه في يومك. غير الشقه اللي انت بتشقيه ده قصه تانية. اعملي حاجه تكسر لك الروتين اللي في حياتك بايدك كتير قوي. جددي من عفش بيتك، ومش لازم انك تجددي ان انت تروحي تشتري. في ناس كتير قوي بتعمل من فسيخ شربات زي ما بيقولوا. يعني ممكن تجدد ان هي تقلب الكنبه هنا تحطها هناك، وتقلب الكرسي تحطه هناك. ده في حد ذاته تغيير. خدي بالك، عفش البيت لما بيتغير ده كمان من الحاجات المهمه جدا، او الديكور يعني. ده بيخليكي انت حاسه ان في تغيير برضه. صدقيني بيفرق، صدقيني بيفرق كتير والله العظيم. فالتجديد في حد ذاته في اي حاجه، ان شاء الله نزلتي رحتي جبتي لنفسك نكلس صغيره، دي في حد ذاتها تجديد. هدي نفسك، هدي نفسك ان انا كل شهر انا اجيب نفسي حاجه. مش لازم الحاجه دي تبقى واو غاليه، لا لا، ان شاء الله ورده. اسمعي مني يا برنسيسة الجمالات ويا برنسيس العالم، واكسري الروتين اللي في حياتك، واعملي حاجات جديده في السنه الجديده. أه، تحسسي نفسك ان انت عايشه والحياه قدامك لسه طويله. عشان كمان لما تقعدي مع جوزك هو يحس ان الحياه جديده وفيها حاجات جديده، مش زي كل سنه احنا عايشين عشان ناكل ونشرب وبس. لا، اسمعي مني. سلام عليكم.